ازيك يا بروفيسور جورج؟ ازيك يا دكتورة أمانة؟ النهارده احنا عندنا حلقه لطيفه جدا، وانا حابه اسمي الحلقه ديت اداره الازمات، لان احنا هنتكلم ازاي الاب والام يقدروا يتعاملوا مع اولادهم لما يتعرضوا لموقف صعب. بمعنى احنا النهارده هنقول الموقف بتاعنا عن موقف تنمر، وده موقف منتشر. وده موقف منتشر وبنسمع الكلام ده من ابهات وامهات كتير. بس الهيكل اللي احنا هنتكلم عنه النهارده ممكن الابهات والامهات يستعملوه في جميع انواع الازمات، سواء تنمر، تحرش جنسي، حد من اولادي فقد حد من اصحابه، الكوارث البيئيه، زلزال، فيضان، خسرنا حاجه كبيره. ازاي اساعد ابني في المراحل دي يعديها بطريقه متوازنه؟ ده موضوع مهم طبعا. التنمر او كل الازمات اللي انت ذكرتيها. هشارك معاكي حكايه زي ما احنا متعودين في برنامجنا جسور وحكايات، ان دايما في حكايه. وحكايه النهارده كتير مننا يمكن يحس انها حكايه حصلت في جوه العيله بتاعتنا معانا او من حد من قرايبنا. حكايه حازم وصاحبه اسمه كريم. وحازم ولد ظريف قوي. هو وكريم كانوا مع بعض من الحضانه وكبروا ودخلوا المدرسه الابتدائي، وداخلين دلوقتي على اول المدرسه الاعدادي، وبداوا يكبروا شويه. حازم رجع من المدرسه شكله متغير، وشه مكفهر، شعره منكوش، مش عايز يتكلم. ماما قالت له يلا حازم حضرك الغدا. لا مش عايز اكل. في ايه؟ لا مفيش حاجه. شكله مسهم، دايما يتفرج على التلفزيون لما يرجع لمده نص ساعه، مش عايز يتفرج على التلفزيون. بدأ يعمل واجباته. حازم دايما مركز في واجباته ومبسوط وهو بيعمل دراسته. سرحان، ماما بتقول له في ايه، بابا بيقول له في ايه، مفيش. لغايه لما ماما خدت حازم وبدأت تستعد ان هو يخش اوضه النوم بتاعته ويستعد للنوم. وهو داخل سريره راح باصص لبابا ومامته وبدأ يبكي وقال لهم انا مش عايز اروح المدرسه. ودي طبعا كانت صدمه كبيره ليهم. حازم اول مره لهم مش عايز يروح المدرسه، وبابا وماما يفكروا لو ما راحش المدرسه ايه اللي هيحصل. والحاجه التانية ليه بيقول كده. بس حازم بدأ يفتح لهم قلبه وقال لهم انه هو وكريم دايما مع بعض بيلعبوا مع بعض، لكن اكتشفوا ان في جانج، مجموعة من الاطفال بدأوا يتريقوا عليهم هما الاثنين، يقولوا عليهم اسامي تريقة. مرة خطفوا ساندويتش من ايديهم ومرضوش يدوه لهم. بيهددوهم، بيستنوهم بره المدرسة. بدأ حازم وكريم يتكلموا مع بعض ان هم خايفين. وحازم لاحظ انه هو رايح المدرسة رجليه بترتعش، مش شايلاه، مش مركز في الدراسة، وهو قاعد في الفصل بيبص وراه مش حاسس بالامان. والحل الوحيد اللي جاء في دماغه ما يروحش المدرسة. اي حد بيخاف بيفكر ازاي يهرب، يبعد عن مصدر الخوف. فالحكاية دي حصلت في بيوتنا بأشكال وأنواع مختلفة. موضوع التنمر موضوع كبير وصعب للأطفال وصعب للأهالي جدا. وهقول لك على شيء غريب، حتى صعب للمدرسين والمدرسة. ده حقيقي. بيبقوا ما بين عوامل كتير. دكتورة منى، الموقف ده فيه تهديد. أكيد. إزاي مخنا ومخ أطفالنا بيتعامل مع المواقف اللي فيها تهديد؟ على اختلاف الأعمار، سواء ماما وبابا هما بيسمعوا قصة أو حازم هو بيحكي لبابا وماما، هما الاتنين عايشين مرحلة خوف أو عايشين حالة أكيد. خوف، تهديد، حاسين بالتهديد. والواحد لما بيحس إن هو تحت تهديد أو خايف، يا بيبقى عايز يتخانق فجسمي كله بيستعد ويتحفز عشان يتخانق، أو عايز أهرب أجري. هو معظم الناس بتسميها fight or flight. يا إما تحدى الموقف يا إما أهرب منه. أو في حاجات تانية أو أشكال تانية بتبدأ تظهر زي الفريز، إن أنا بتجمد مكاني، عقلي بيتشل، مش عارف أفكر ومش عارف أتصرف. ولما ماما هتيجي تتعامل مع حازم في الموقف دوت وهو بيحكي لها، هي نفسها هتختبر المشاعر ديت لأن هي خايفة على ابنها. يعني بصي دكتورة منى، أنت قلتي في مواقف التهديد والخوف في fight أو flight أو freeze. يا إما حارب يا إما أهرب يا إما بتجمد في مكاني مش عارف أتصرف. الجهاز العصبي بتاعي بيتصرف إزاي؟
الجهاز العصبي بيبدأ يتفاعل مع الجسم بطريقة ان هي تهيئه انه يجري. فلو انا شايف اسد ومحتاج اجري، الدم لازم يروح في بيروح عضلاتي، للعضلات. وفي نفس الوقت والادرينالين يزيد، فضربات قلبي بتبقى سريعة، ببقى حاسس ان انا نفسي صعب وورا بعضه، وايدي بتترعش ورجلي بتترعش وعناية بتبرق في نفس الوقت بيبدأ الدم يقل من المراكز التانية لأقل حيوية وقت الجري، زي الجهاز الهضمي. ولما الدم بيقل الجهاز الهضمي ببقى حاسس ان انا مش عارفة ابلع، بطني مكركبة، ريقي بينشف، عايزه اروح التويلت كل شويه لان بطني مكركبه او مش فاهم ايه اللي بيحصل في جسمي. فحتى الاولاد لما بيجوا الصبح يقولوا ماما بطني بتوجعني مش عايزه اروح المدرسه، هو مش بيضحك عليها، هو حاسس بكده، هو فعلا مقتنع، هو ما عندوش ميكروب في معدته، لا بس الخوف هو اللي مخليه حاسس بكده. وفي اولاد كتير بتبدا تربط بطني بيوجعني بان انا ما اروحش المدرسه. بالظبط. فده الفايت، الفلايت او الهروب. بفكر ازاي اتجنب المدرسه، ازاي اتجنب ان انا اشوف الاولاد دولت، ازاي اتجنب ان انا اتحط في موقف واحد معاهم. والاضافه اللي انت ضفتيها ان انا اتجمد. كتير قوي في المواقف ديت بيقولوا ايه؟ عقلي وقف، رجليا اتسمرت، ايديا كانها اتشلت. فدي المواقف ازاي المخ بيتعامل بالطريقه ديت. لكن ازاي ان انا اتعامل مع الازمات؟ انا حابه ان انا اقسم الموضوع دوت او الهيكل في اداره التعامل مع الازمات لحاجه بتحصل قبل الازمه، وحاجه في خلال مرحله الازمه، وحاجه بعد الازمه. جميل. الحاجه اللي بتحصل في مرحله ما قبل الازمه ليها علاقه مترابطه جدا 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 بالعلاقه ما بيني وما بين ابني. رائع. كل الدراسات اللي كانت بتحاول تبص على الخطورة أو العلامات أو المؤشرات اللي بتدل على اعتداءات الجنسية في الأطفال حاولت تدور على إيه الحاجة اللي ممكن تساعد الأب والأم إن هم يحموا أولادهم. وإحنا عارفين عمرنا ما هنقدر نحمي أولادنا من كل شيء. والحقيقة إن هو ده كانت النتيجة، إن ما كانش في أي حاجة تديلك ضمان إن ده مش هيحصل لأولادك مهما عملت ومهما حاولت. بس كان في حاجة واحدة هي اللي بتساعد الأهل إن هم يتعرفوا بدري، يلحقوا الموضوع على طول، يقدروا لو يمنعوه، وفي نفس الوقت يصلحوا بعد ما ده يحصل، وهي إن العلاقة أصلا تكون كويسة. علاقة أمان، علاقة إحساس أمان. بالأمان. أنا بحس إنك بتسمعني لما بجيلك سواء أنا مبسوط أو تعبان. فلما هكون مبسوط اول حد هيجي في بالي ازاي اروح اشارك مع بابا. لما اكون زعلان او مضطرب او خايف برضو اول حد هيجي في بالي ان انا اروح اتكلم معاه او اشاركه او اطلب منه ان هو يساعدني هو بابا وماما. والعكس يا دكتور مان، لو انا علاقتي باهلي مش كويسه، الناس اللي بثق بيهم، مش هقدر في وقت الازمات اجي اقدر اتكلم، فهيخلي الازمه تزيد كتير. انا بيصعب عليا قوي الاولاد لما بيجوا واحنا بنعمل التقييم بسالهم لما بتكون في مشكله بتروح لمين، وكلنا بيحصل معانا مشاكل لان دي طبيعه الحياه، محدش طبعا عارف كل حاجه وبيفهم كل حاجه وبيعدي في كل الامور، ما بيبقاش عنده صعوبات، وبتبقى الاجابه يا صمت ممتد يا ولا حد. ببقى عارفه ان هو مفيش احساس بالامان، وده بيزود الاحساس بالعزله في وقت المشكله. ده حقيقي. ان احنا يبقى لينا علاقه امنه مع اولادنا من قبل ما يحصل اي تنمر او اي مشاكل، دي حمايه كبيره ليهم. دي حمايه كبيره ليهم وحمايه كبيره للعلاقه وللهيكل بتاع الاسره كلها. جميل. وده عمل مستمر موجود طول الوقت. ما ينفعش استنى الازمه لما تحصل وبعدين ابدا اصلح علاقتي باولادي، لان في الوقت ده بيبقى صعب، بيبقى طبعا. هو حاسس انه تحت ضغط، بيبقى طبعا. هو متخوف، هو اصلا بقاله فتره كتيره قوي وحيد. فده عامل مهم. قبل ما تحصل الأزمة، العامل التاني المهم برضو إن أنا أتوقع إن في أشياء زي كده هتحصل. التنمر مشكلة شائعة جدا، فأنا محتاج إن أنا أفهم ابني أو بنتي إن هو يعني إيه تنمر، إزاي يتواصل في موضوع التنمر، يقول إيه، يعمل إيه، وإزاي يلجأ لي لما ده يحصل. ده أنا عجبني قوي كلامك. احنا النهاردة موضوعنا مش عن التحرش الجنسي بس، زي ما قلت ده بينطبق بنفس الموضوع. التربية الجنسية دايما تبدأ بالوعي، بأن أنا أفهم أولادي. إن شاء الله في يوم من الأيام نتكلم أكتر عن الموضوع ده، بس احنا مركزين على التنمر. فقبل أزمة التنمر بتأكد أن علاقتي بأولادي علاقة أمان، متوقع أن ده يحصل،
فبحضر اولادي ليه، بعلمهم يعملوا ايه، بفتح لهم قلبي. وانا كمان متوقع عشان لما تحصل ازمه زي كده ما يبقاش شكلي مخضوض وتعبان ومحتاس ومش عارف اعمل ايه. ما هي دي نقطة كمان، ازاي هسمعه، وده اللي بيحصل في مرحلة الأزمة. هعمل ايه في مرحله الازمه؟ هسمع ازاي؟ احنا طالبين ان الناس ولا هي تأوفر رياكت، يعني ان انا يا نهار ازاي وازاي يتجرأ يعمل معاك كده وازاي يقول لك كده، لان كوني انا كمان مخضوضة هو نفسه هيحس انه حط حمل عليا فهيبدأ يتراجع. عبء زياده. او فكرة ان هو خلاص الموضوع مش مهم، يعني هي كانت كلمة خلاص الكلام ما بيلزقش. فكرة كمان ان انا ابقى ديسمسيف او ان انا اهيف من اللي هو بيقوله برضو بتشككوا في مشاعره وهمشه يعني بتشككوا في مشاعره، بتشككوا في أهمية اللي هو بيقوله بيعرف مش حاسس بيه بالظبط. أسمع إزاي مهم قوي. وزي ما قلنا أكتر من مرة، فكرة إن أنا لما أحب أشجع حد إنه يتكلم مش لازم أقعد أسأله أسئلة كتيرة. ياه معقولة، طب حسيت بإيه، أسئلة عامة مفتوحة. بس كمان أهم حاجة إن أنا أساعده يتكلم واديله المساحة ديت. فأنا سمعت بانتباه وعملتش اوفر رياكشن ولا ان انا همشت مشاعره. طب وبعدين؟ يعني زي ما احنا قلنا عشان نلخص المراحل قبل واثناء بعد، هم 5 حاجات: حضر، قدر، اسمع، شارك، تابع. جميل. احضر اللي هي المرحله اللي قبل، اقدر واسمع واشارك دي المرحله خلال الازمه، واتابع هي ما بعد الازمه او تواصل اللي بعد الازمه. فاحنا شرحنا قدر، فكره اقدر مشاعره واقدر احتياجاته واقدر الموقف اللي هو كان فيه. والحقيقه ان انا كمان في الموقف ده محتاجه اقدر الموقف اللي الام والاب كمان فيه. انا نفسي ابقى واعي افكاري واندفاعاتي وحاسس ايه ناحيه ابني وقد ايه انا عايز احل له المشكله. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده على التربية من الداخل للخارج، في احتمال كبير ان الاب والام هم نفسهم تعرضوا للتنمر او حتى التحرش. فلما الطفل بيجي بنفس المشكلة ده بيعمل تريجر، تحفيز للذكريات القديمة بتاعتي. فلازم ابقى اخد بالي من الماضي بتاعي ومن طريقة تفاعلي. وزي ما احنا بنقول باللغة العامية بيقلب علينا المواجع. فأنا نفسي لازم أبقى واخد من بالي من انفعالاتي وأقدر نفسي وأقدر احتياجاتي النفسية والعاطفية. طب لو أنا واحنا بنقدر احتياجاتي، لو أنا مش قادر أتعامل مع الموضوع ده، يعني كبير قوي عليا وكان عندي حاجات في الماضي تعباني، وأول ما ابني أو بنتي جه بالحكاية دي فتحت عليا مواضيع كتير مش قادر أتعامل معها. بس مهم قوي إن أنا أفضل هادي، علشان التفاعل دوت هيشكل جزء كبير جدا من العلاقة. لأن الأولاد لما بيجولنا في مرحلة هم قلقانين أو متخوفين أو مشدودين فيها، بيبقى فعلا هو مركز معاك في ملامح وشك، لغة جسمك، كل حاجة. فمهم قوي إنه يكون هادي. والحقيقة أن لو الأب والأم بدأوا يبقوا واعيين لفكرة ده بيحفز فيهم مشاعر إيه، دي حاجة كويسة جدا طبعا. أنا مبسوطة منهم، لأن مش كل الناس ده بيساعدهم في الشفاء بتاعهم هم. ده حقيقي. أنا نفسي كوني واعية لتجاربي والكلام اللي بيتقال قدامي بيأثر على مشاعري وأفكاري إزاي، دي نقطة مهمة جدا في رحلة التعافي من اللي أنا مريت بيه. جميل. ولو أنا فعلا مش قادر، ممكن أطلب مساعدة من حد. بص، واحدة من الحاجات اللي أنا ساعات بقولها للناس إن أنا ممكن أقول له ده موضوع كبير قوي وحاجة توجع جدا، إحنا فعلا ممكن نشارك حد تاني يساعدنا إحنا الاتنين. أنا عارف إن الموضوع صعب عليك أو تقيل عليك أو معقد، بس أنا موجود. تقيل علينا أو تقيل علينا فعلا. وده هتحسسه بالمشاركة أكتر طبعا. يعني قدر، شارك، واسمع. فإحنا قدرنا مشاعره ومشاعرنا وسمعنا. وزي ما قلنا قبل كده أنا بسمع بانتباه، عينيا مع عينيه، مش بحملها، مش بعمل اوفر رياكشن، مش بسأل أسئلة كتير زي ما قلنا في حلقات السابقة، مش بعمل افتراضات وبدي أمل وما بسبقوش في الكلام. أنا بشجعه يتكلم ببوزس. فكرة السكوت، وقت السكوت ده بيبقى مهم قوي في ترتيب الأحداث والأفكار والمشاعر. يعني حتى لو سكت مش لازم أقوله ها وإيه كمان، أديله فرصة. لأن أولادنا أكتر من هم عايزين يسمعوا حلول مننا، عايزيننا نسمعهم. أكيد. فأنا قدرت وسمعت. منى أنت قلتي شارك
فكره الكولابراتيف ورك، هقعد انا وهو هنشارك في ان احنا نلاقي لستة حلول. فاكر لما قلنا هنجيب ورقه ونقعد نكتب كل الحلول ونجو منطقيه وغير منطقيه، منطقيه وغير منطقيه. احنا دلوقتي مش بنحل، احنا بنحاول نسمع ونفكر حتى لو بره الصندوق ونشوف ايه كمان ممكن نعمله. طب انت مش عايز تروح المدرسه، ده حل هكتبه، بس انا يمكن مش موافق عليه، بس هكتبه. قبل ما اوافق او ارفض هقول له بس ده هيأثر عليك، لان هيخليك تبعد عن صحابك، وفي الوقت دوت وهو خايف مش هيبقى فارق معاه قوي، وكمان هيأثر عليك دراسيا وانت خساره، انت شاطر قوي. وبعدين نبدأ ندور طيب ايه هكتبه علشان احسسه ان انا سامعه وفعلا مقدر الفكره بتاعته. ايه الحلول اللي بعدها؟ عايز المدرسه، نكتب ننقل المدرسه. ايه كمان ممكن ان انا ابعد عنهم، اهملهم. وايه اللي ممكن يساعدك تبعد عنهم؟ انا عجباني اول فكره دي. في حصه موسيقى زياده وانا بحب الموسيقى، هروح احضر موسيقى. جميل، يعني ممكن تروح حصه الموسيقى. ايه كمان؟ في جيم، هم ما بيروحوش الجيم، انا ممكن اروح الجيم في البريك، يبقى هنروح نقضي وقت في الجيم. ايه كمان؟ ممكن ان انا احاول اتصاحب مع مجموعه اصحاب تانية، فبدل ما انا وكريم لوحدنا يبقى معانا مجموعه اصحاب، يبقى شكلنا مش ضعفة. يعني اكبر دايره صداقاتي. انا عجباني اول فكره دي، انا مبسوطه منك ان انت بدات تطلع حلول. يلا وايه كمان؟ ممكن ان انا احاول اصاحبهم. كان في حد دايما بيقول لي ادفع الشر بالخير. يس، ودي فكره انا موافق عليها قوي. على قد ما هي صعبه بس ممكن نحطها كمان. هنكتب ندفع الشر بالخير وتصاحب عليهم. جميل. ايه كمان؟ ممكن اشتكي للمدرس، ندخل حد كبير ونشتكي للمدرس. فبقى طلعنا كام حل اهو مع بعض، وممكن لاقي حلول اكتر، ممكن لاقي حلول اكتر من كده، لكن في النهايه مين اللي يقرر انه حل هنبدا بيه؟ هنبدا مع بعض ان احنا هنستبعد الحاجات اللي احنا حاسين انها بعيده قوي او مش ممكن. مش هروح المدرسه، هنقل المدرسه، يمكن دي حلول صعبه شويه. فانا هبدا اقول له طيب انا شايف ان انا مش محبذه فكره انك ما تروحش المدرسه، اصلا انا مستخسره، انت طالب شاطر قوي وبعدين عندك صحاب كتير بيحبوك. وين لو رحتش المدرسه بكره، بعد بكره هتعمل ايه؟ الاسبوع الجاي هتعمل ايه؟ الهرب مش حل. الشهر الجاي هتعمل ايه؟ الهرب مش حل. الهروب مش حل يعني. فكره المشاركه في الحلول او ان احنا كتبنا الليسته هو نفسه هيبدا يهدى. بالظبط. فكره الامل ان انا عندي مخرج بعد ما كنت حاسس ان انا استك. وعارفه يا منى، احنا اتكلمنا في حلقه قبل كده على الاستراتيجيه بتاعت احكيها وسيطر عليها. فانا لما بساعد ابني يحكي الحكايه مره واثنين وثلاثه، وكل ما بيحكيها بيزود تفاصيل، وكل ما بيحكيها كل ما انا بدعمه، كل ما بيحكيها بيلاقي حلول اكتر. وزي ما قلنا في حلقه الذاكره والذكريات، دايما وابني بيسترجع الحكايه لازم اوصله لمرحله الامان، ان النهارده احنا مع بعض وفي امان. احنا روحنا، بابا وماما كانوا معانا وطمنونا وقعدوا معانا وسمعوا مننا وقدروا مشاعرنا، ووصلنا للامان. فاثناء الازمه قلنا قدر، اسمع، شارك. بالظبط. وبعد الازمه حازم قرر ان بكره هيروح المدرسه. حلو. تاني يوم حازم راح المدرسه، مش واثق من نفسه 100% بس احسن من امبارح. بعد ما راح المدرسه اتابع، محتاجه لما ابني يرجع من المدرسه اقول له هي حازم ايه اخبار النهارده، واسمع منه تاني. لان دي حاجه متواصله. العلاقه والعلاقه ما بتقفش، لان ده مش محطه، دي رحله احنا بنعيشها مع بعض، فموجوده طول الوقت. ومن عايز اقول حاجه مش عارفه توافقيني ولا لا. وانا بتابع، وبعد ما عطيت لابني القدره انه يلاقي الحلول والثقه في نفسه، لازم في الاخر اقول له انا وماما واقفين معاك. صح. ولو انت كل حلولك دي فشلت، انا وماما ممكن نتدخل لو انت سمحت بكده. انا وماما احنا دايما ممكن هنبقى جنة الامان، لازم هنكون جنة الامان بالنسبة لك وهنقف جنبك. ممكن انا وماما نروح المدرسة، ممكن انا وماما نكلم الاهل. انا ما بشجعش ان نعمل كده من غير ما ناخد اذن ابننا او بنتنا، من غير ما يقولوا مشاركة. بالظبط. فمشاركة وبعدين المتابعة. احنا اتكلمنا النهاردة في إدارة الأزمات، وبتهيألي وصلت لكم رسالة إن أهم حاجة في إدارة الأزمات هي علاقتنا مع أولادنا وإزاي نحافظ عليها حتى وقت الأزمة. نشوفكم الأسبوع الجاي.
في حلقة إدارة الأزمات عرفنا أن أولادنا بيحتاجوا وجودنا بجانبهم والإحساس بالأمان من قبل وجود أي أزمة. المرحلة الأولى في إدارة الأزمات هي تكوين قاعدة أمان لأولادنا عشان ينطلقوا منها استكشاف العالم والمرور باختبارات مختلفة، وكمان ملاذ آمن علشان يرحب بيهم ويساعدهم ينظموا مشاعرهم في وقت الأزمة. المرحلة الثانية بتكون في وقت الأزمة أسمع باهتمام وحضور حقيقي، أتابع بفضول مشاعرهم وأفكارهم، أساعدهم يسموا مشاعرهم، أدعمهم وأرشدهم يستكشفوا الحلول الممكنة. المرحلة الثالثة بتكون بعد الأزمة، بلاش ردود الأفعال المبالغ فيها، بلاش النقد والهجوم، بلاش التكذيب والافتراضات، كمان بلاش التسرع في طرح الحلول. ما تنساش نتابع معهم بعد الأزمة علشان نتأكد من وجود الإحساس بالأمان جواهم.